معكم عبد الصمد الجراري بتاريخ 17/1/2026 في قاعة الأفراح الهدى من أجل هذا الحدث اللي طالما تسنيناه. حدث تاريخي، حدث اللي الساكنة ديال تمسية على وجه الخصوص، ساكنة سوس على وجه العموم كتسناه بفارغ الصبر، خصوصا بعد الضجة الكبيرة اللي دارتها الأجواء المصاحبة لاقتناء بقعة أو الوعاء العقاري المزمع إنجازوه في منطقة تمسية. تجمعنا اليوم باش نطلقوا، باش نديروا انطلاقة ديال هذا المشروع اللي هو مشروع واعد جدا، مشروع اللي غيغير البنية التحتية ديال مدينة تمسية، مشروع شاف في قلب مدينة أكادير الكبير، مشروع واعد تقريبا أكثر من 90% فيه مشروع تجاري. هذا المشروع هو جا في واحد الوقيته اللي بعد نجاح كبير لحقوا مشروع فونتي هوارا، ونتمنى من الله تعالى يوفقنا في هذا المشروع هذا. بالنسبه للمشروع ديال المعارف، سميناه مشروع ديال المعارف تيمنا منطقه المعارف اللي كانت في واحد الاونه منطقه راقيه جدا في مدينه الدار البيضاء، وبالتالي هذا المشروع ديال المعارف هو ايضا منطقه جد واعده، منطقه غتكون مختلفه في التمسيه، غتغير الوجهه العمرانيه ديال مدينه تمسيه. المشروع كيتكون من بقع تجاريه من فئه ار بلس 3 ومن فئه ار بلس 4. الان حنا في صدد اننا نغيروا التصميم ونديروا واحد الكوكتيل ما بين بقع من فئه ار بلس 2 ار بلس 3 ار بلس 4. بالنسبه للناس اللي بغاو يستافدوا، مرحبا. المكتب ديال الشركه او ديال المؤسسه كاين في تسيله، كاين قرب ديال قاعه الافراح الهدى. مرحبا بالجميع، يجوا وياخذوا ياخذوا معلومات اكثر حول المساحات، حول الاثمنه وهكذا. بالنسبه للاثمنه، اثمنه جد مناسبه، ابتداء من 4500 درهم. هو كيف كتلاحظوا كاين واحد الاقبال كبير على المشروع، اقبال منقطع النظير، نظرا للموقع ديال التجزئه، موقع ماشي عادي. ثانيا بحكم التجربه، بحكم الهيستوريك اللي عندنا الحمد لله، التاريخ ديالنا، لان هذا هو المشروع الخامس ديالنا في المنطقه. هذا الشيء اللي كاين.